في اصلاح تشريعي على نطاق جميع الفئات عشان نقدر ننمو بدولتنا، نقدر نوجهها فعلا لمسيرة التنمية. وده مش معناه ان احنا نتخلى عن التجارة الدولية، يعني ده مش معناه ان اتفاقية الجاد دي حاجة مضرة بمصر، بالعكس احنا لو اتعزلنا اقتصاديا ده في قمة الضرر لمصر وفي انهيار اكتر من الانهيار اللي احنا فيه. وده راجع لسبب اتفاقيات التجارة العالمية بتسمح لك ان انت تطلع على منتجات منافسة، وده من شأنه تحسين الانتاج عند حضرتك. يعني احنا لو اتغلقنا على نفسنا هنظل منتجين بطرق ان الانتاج بتاعتنا اللي موجودة عندنا من 40 سنة، لكن اطلاع حضرتك على المنتجات الحديثة واطلاعك على طرق التصنيع الحديثة ده بيساعد الصناعة المحلية على ان هي تبقى عندها قدرة تنافسية. لكن حضرتك لازم توفر لها ايه بقى؟ الدعم. تمام. الدعم ده هيكون متمثل في ايه؟ هيكون متمثل في ان احنا لازم نذلل العقبات البيروقراطية اللي بيتعرض ليها صاحب العمل او المستثمر في مصر زي ما حضرتك كنت بتتكلم. في الحقيقة زي ما كنا بنتكلم القانون الحالي للاستثمار على وضعه لا يمنحك اي ميزة، يعني ما فيش اي اعفاء او ميزة تمنحها لك مصر الا شيء واحد، ان انت لما تجيب ماكينات او معدات من الخارج تحصل على اعفاء جمركي عليها بنسبة 95%. يعني انت بتدفع بس 5% من ثمن الجمارك اللي موجودة على المعدات. ده رسوم رمزية، يعني رسوم رمزية على المعدة. لكن تعالى بقى نتكلم في الارض، ما هو انت مش عايز، انت المعدة دي مش هتجيبها تحطها في الشارع. لا طبعا. انت لازم يبقى عندك مصنع، لازم يبقى عندك ارض، وبعدين لازم يبقى عندك مواد خام. جزء كبير من نجاح دولة الصين مرتبط بان هم عملوا عندهم مناطق حرة بتوفر المواد الخام باسعار عالمية تنافسية. فده بيسمح للمنتج ان هو يستمتع بمزايا نسبية للانتاج الكبير. بمعنى اكتر وضوح، في فرق كبير لما حضرتك تبقى بتستورد خامات عشان خاطر تنتج 10 منتجات عن ان انت بتستورد خامات عشان تنتج 1000 منتج. انت في الحالة التانية، حالة الانتاج الكبير، انت عندك مزايا ان انت تحصل على المواد الخام دي باسعار اقل من الاسعار التانية. فانا عشان اساعد المصنع على النجاح انا لازم اوفر له المادة الخام بتاعته. وده دافع تاني في ظل برضه قانون الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه، قانون رقم 8 سنة 97، هو ذاته اللي بينظم المناطق الحرة. احنا لازم نبدأ نتوسع في فكرة المناطق الحرة. المناطق الحرة دي هتوفر لنا مواد خام زي ما هتوفر لنا مواد بتروليه، ودي تجارب موجوده على مستوى العالم زي اللي بنتمناه ان شاء الله. كلنا امل في طبعا قناه السويس الجديده اللي هيبقى عليها مشاريع كلها عملاقه. بالتاكيد بالتاكيد. وفي جزء على فكره من المشاريع دي هيكون ان شاء الله منطقه حره عشان المواد الخام، عشان نقدر نساعد مصانعنا. ما انا لازم اكفل له التنافس مع المنتجات العالميه الاخرى. دكتور احمد، عايزين نتوقف عند كلمه انت قلتها مهمه جدا في بدايه كلامك، وهي طبعا اولياء الامور كلهم لازم يوجهوا اولادهم الى التعليم الفني، ونكون في نظره ايجابيه جديده. ده يتوقف على ان اي واحد عنده ابن او بنت عايز يخليها تدخل المجال ده، عايز يحس ان الاجور مرتفعه جدا عشان يعيش ابنه في حياه كريمه. هل ده لابد ايضا يراعى في القوانين الجديده، رفع اجور العامل؟ او في طبعا زي ما بنشوف العمال بيبقى درجات، كل ما بياخد دورات بترفع من كفاءته، بترفع من توظيفه. فهل ده ان شاء الله في الحسبان، ولا برضو المنظومه دي بتاخد كل القوانين ولكن العامل اخر حاجه؟ بالتأكيد طبعا ده في الحسبان، ولكن دي مش هتبقى أول خطوة. لأن مش من أول خطوة، احنا النهاردة ما وصلناش لمعدلات مرتفعة من النمو. احنا النهاردة في بداية طريقنا، فلازم كلنا نتكاتف عشان خاطر نقدر نعمل، عشان خاطر نقدر نقدم للعامل ده مميزات حقيقية تخليه النهاردة بس يقدر النهاردة يعيش في مستوى يكفل له الآدمية. بعد كده بعد بكره نقدر نوفر له الرفاهيه اللي سيادتك بتتكلم عليها. احنا مش بنتكلم رفاهيه، بنتكلم اللي هو يعني الاجر والوظيفه، الكلمه اللي المجتمع بيتقبلها، هو يعيش مرتاح زي ما حضرتك كنت بتقولها دي. ما هي دي تعبيرهم عن الرفاهيه. هو برضه النهارده بنتمنى ان الناس كلها تعيش مرتاحه طبعا وتعيش في سعاده، لان ده في النهايه هو هيعود علينا كلنا بكل خير. ودي